قبر الرومية، أو كما يطلق عليه اسم الضريح الملكي، من المعالم التاريخية المذهلة. موجود في أعالي سيدي راشد في ولاية تيبازا بالجزائر، حيث يراه البحارة من البحر ويعتبر مرشدا لهم. يحتضن قبر الرومية تاريخ وقصة حب جمعت بين الملك الأمازيغي العظيم يوبا الثاني ابن يوبا الأول وكليوباترا سيليني الثانية، الابنة الوحيدة لملكة مصر البطلمية الملكة كليوباترا السابعة، والقائد الروماني ماركوس أنطونيوس. الضريح الملكي قبر الرومية فيه 4 أبواب وهمية ضخمة علوهم 7 أمتار، بهم نقوش تشبه الصليب، مما جعل الكثير يعتقد أنه مبنى مسيحي، ومنه جاءت تسمية قبر الرومية. على مر الزمان تم العثور على باب سفلي ضيق تحته باب خلفي، وهو ممر سري للقبر، وعند اجتياز باب القبر تجبر على الانحناء عند المشي فيه. توجد في الحائط الأيمن نقوش لأسد ولبؤة، وعند اجتياز هذا الرواق تدخل في رواق ثاني طوله 141 متر وعلوه 240 متر. شكله ملتو يأخذك إلى وسط المبنى الذي تبلغ مساحته 80 متر مربع. يقال أن الملك العظيم يوبا الثاني كان يعشق زوجته الأميرة كليوباترا سيليني الثانية إلى حد الجنون، وعند وفاتها وحزنا عليها قرر تخليد ذكراها بقبر على شكل تحفة معمارية خالدة. يوبا الثاني أو جوبا الثاني بالأمازيغية ولد سنة 52 قبل الميلاد بمدينة هيبون عنابة من أصول أمازيغية، وتوفي ب23 ميلادي. ابن يوبا الأول ملك نوميديا، اتخذ مدينة شرشال عاصمة لحكمه لمملكة موريتانيا التي امتدت من وسط الجزائر إلى المحيط الأطلسي، وتغطي شمال المغرب حاليا وجنوبا إلى جبال الأطلس. بعد هزيمة يوبا الأول النوميدي أمام القوات الرومانية، أسر يوليوس قيصر ابنه يوبا الثاني وهو طفلا صغيرا بين 5 و7 سنوات، حمله إلى روما، حيث نشأ وعاش في كنف الإمبراطور أغسطس خلف قيصر. علمه الفنون والآداب والعلوم وشؤون الحكم في مدارس ومعاهد روما. نظرا لمكانة يوبا الثاني الثقافية وإخلاصه للإمبراطور الروماني القيصر أوكتافيوس، أجلسه هذا الأخير على عرش موريتانيا، وحكم بها يوبا الثاني 50 سنة في ظل الحماية الرومانية. عرفت أيامه الاستقرار والهدوء، وكان يمثل الملك الفاتح المثقف العظيم الذي شجع الفنون والعلوم والآداب، وكان يتقن عدة لغات. ازدهرت في عهده العلوم والفنون الجميلة والعمران. تزوج من كليوباترا سيليني وأنجبت له بطليموس الذي خلفه بعد وفاته سنة 23 ميلادي. ضربت النقود باسم الملك يوبا الثاني وزوجته الملكة سيليني كليوباترا، واتخذ من مدينة شرشال التي بناها الفينيقيين عاصمة له، وتكريما للإمبراطور الروماني سيزار سماها قيصرية. بعد وفاته تم دفنه في المدفن الملكي الموريتاني مع زوجته كليوباترا سيليني، الواقع حاليا بمدينة تيبازا 60 كيلومتر غرب الجزائر العاصمة، ويسمى قبر الرومية. شكله هرمي مستدير فيه تجانس بين الهندسة والفنون الإغريقية المصرية والأمازيغية، ويعتبر من معالم التراث